هذا الاكل اللي كياخذ وقت طويل وعلى حراره يعني ماشي مرتفعه كيكون سهل الهضم. نعم. اذا طبخوا الناس هذا الطبخ هذا الى اضافوا الزعتر كيكون الامتصاص 100% او كيكون الهضم 100%. يعني اللي معروف هو ان الهضم 100%. نعم الشماليين هما اللي كيديروا مع الحوت. لا يدار مع جميع الاطباق هو. نعم. هذا الزعتر يتعمل يعني كانوا عليه حتى مع الخبز، حتى مع الخبز يعمل. نعم. يعني مع الحساء يتعمل مع كل شيء. هذا الزعتر كانوا المغاربه كيعملوه مع جميع الاطباق. نعم. لماذا؟ لانه هو قضيه ديال الانيميا. نعم. هذا مهم جدا لان غادي نتلقاو بحال المقدمه كما تفضلتي. هذه اشياء يعني جزاك الله خيرا، هذه هي الاشياء معروفه. وهي الاشياء اللي كيتشبتوا بها الناس. فعلا. الذي لا يتشبت به الناس هو ان الدور الزعتر الغير مباشر في الامتصاص. نعم. كاين الناس اللي عندهم انيميا ملي كتقول له خذ الزعتر تيقول لك ما فيش الحديد. لان ماشي الحديد اللي ناقص ليس الحديد هو الذي ينقص في الوجبه، انما الامتصاص هو الذي ينقص. إذا شجعنا أو سرعنا الامتصاص أو قوينا الامتصاص طبعا ليس هناك أنيميا وليس هناك هشاشة عظام وليس هناك توتر عصبي. أكيد. لأن غادي يكون امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ما غادي يكونوش هذه الأمراض هذه. فالزعتر والحلبة والكروية كاين أعشاب تزيد في الامتصاص، ولكن الزعتر هو الحلبة رقم واحد في يعني احنا عندنا على رأس القائمة. احنا عندنا في علم التغذية اشياء هذه المحفزات في علم التغذية كنعرفوها. يعني ملي كنشوفوا الامتصاص ناقص والهضم ناقص ويعني كاين عجز على مستوى الهضم، يعني هنا الشخص خص الوجبة ديالو يكون فيها الزعتر والحلبة. اقلوها الزعتر، لما لقى الزعتر يعمل الحلبة. المهم الحلبة كنستعملوها ملي ما يكونش زعتر، ولكن الا كانوا الاثنين يكون ولكن أحسن. دكتور خاص غير القليل يعني ماشي. نعم القليل منه يشرب الكاس ديال الزعتر ولا يتطحن. هذا الزعتر يتطحن وياخذه كمسحوق على شكل مسحوق، ملعقة صغيرة على شكل مسحوق مع الوجبة تزيد في الامتصاص. إذا كان أنا كنظن إذا كان يابس وعلى شكل مسحوق يعمل في الجسم أحسن من إذا كان مغلى على شكل منقوع أو مغلى. هنا هذا هو الشيء الذي لا يعلمه الناس. لماذا؟ لأن دكتور رغم ذلك كاين أسئلة في هذا السياق. لأن الزيادة في الامتصاص هي اللي مهمة، وكيلاحظوا الناس على أن هذو اللي عندهم مثلا constipation. نعم. اللي عندهم الاريتيتين باول، هذه اللي عندهم مشكل تقرحات على مستوى القولون، واللي عندهم مشكل عدم الامتصاص، واللي مش غازات. نعم. هذه البلوتين. نعم. هادو ملي غادي يتناولوا الزعتر مسحوق على شكل مسحوق، مش ليس مغلى في الماء. نعم. على شكل مسحوق، ملعقه صغيره او ملعقتين، ياخذوا حتى 3 اللي عنده زعتر موجود متوفر، ياخذ ملعقه كبيره. كاين واحد النقطه مهمه لما ياخذوه مع نعم. وجبه الافطار، وفي نعم. المساء كذلك مع وجبه شوربه الخضار ولا مع حريره ولا مع شيء يضيف لها، غادي يلاحظوا جيد على ان غادي يحسوا في الجسم ديالهم بان كاين واحد التغيير، كاين التحسن. طبعا اكيد. لماذا؟ لان ملي كيتزاد الامتصاص كتزاد قوه الجسم. اكيد. ما كيبقاش خمول، ما كيبقاش هذا حتى التونس هذه. وهذه القضيه هذه احنا من الاشياء التي نرغم الناس عليها. ملي كتظهر لنا انيميا، ملي كتظهر لنا هشاشه العظام وانيميا، خص الزعتر حاليا كنعطيو اشياء اللي موجوده عند الشخص في المطبخ. غير هي دكتور انا ماشي يبقى يقلب على اشياء يعني غابره. نعم. وغاليه باهظه الثمن. لقيت يعني الكثير من الناس عبر الشبكه الالكترونيه ان الزعتر يعالج السرطان. لماذا هذا؟ لا عليه كلمة يعالج يعني لا الزعتر والسرطان هكذا، أو يعالج السرطان. لا هذا الماركتين، هذا الله يجزيك بخير، هذا الماركتين. والسرطان يعالج، ولكن يعالج يعني ما علاقة هذا الزعتر بالسرطان؟ لأنه يزيد في المناعة فقط، لأنه يزيد في الأبوبتوزيس. ملي كيطلع الأبوبتوزيس وكيزيد في المناعة طبعا السرطان كيتراجع. هذا هو من جملة الأشياء، ماشي زعتر لوحده، من جملة الأشياء. إذا كان نظام غذائي طبيعي نعم. السرطان يتوقف. أكيد. لأننا غادي نقطعوا عليه الأشياء التي تحفزه. نعم. قطعنا المضافات وقطعنا البلاستيك والسكريات والمسائل هذه اللي كتزيد فيه، وكثرة البروتينات والدسم والكوليسترول والأشياء التي تخلف التأكسدات. وهذا طبعا السرطان يتوقف بعدها. إذا توقف يسهل علاجه، إذا لم يتوقف لا يعالج. هذا هو المشكل. هذه علاج كاين واحد الخصاص في كليات الطب في العالم، خصاص في علم التغذية، ومن ثم جات هذه القضية ديال الأطباء كيزربوا الناس اللي عندهم سرطان، تقول لهم أسرعوا باش تعملوا العملية.
علاش؟ لان عليا هما منطلقين من الاساس الطبي اللي قراوه في كليه الطب. نعم، وما طبعا صحيح، ما غنكذبوهمش، صحيح، لان طبعا خصو ولكن دكتور الا كان هذاك السرطان يعني لو كان هاد كليه الطب دارسه علم التغذيه وتوقف السرطان اولا، توقف السرطان اولا، ولكن الا كان هذاك السرطان يعني في الدرجه الجراحه والعلاج من بعد يكون احسن. خاصها توقف السرطان اولا. اللي كاين عليه ناقشنا هادشي في مؤتمرات كثيره ماشي اللي كاين هو يعني معاهم حق، لان قنعونا بان بعض السرطان ما كيتكتشف حتى كيكون في واحد الطور متاخر. هذا هو اللي كيكون نعم. درجه اخيره تري يكون يعني نعم. درجه ثالثه نعم. صافي بقى. فهنا نعم، ولكن كاين كثير من الحالات اللي منهم الغده الدرقيه. كاين كثير من الحالات اللي كتكون واحد الورم سرطاني ما كيزيدش وباقي في واحد الطور صغير باقي. من الأحسن هذه من الأحسن يبقى تحت المراقبة ويوقف أولا. علاش؟ باش الطبيب يسهل عليه العلاج من بعد. غادي يعمل عملية في راحته، وملي غادي يعمل الشيميوثيرابيا ولا حاجة لا في هذه الحالات بلا ما يعمل الكيموثيرابيا. يعني غادي تولي غير عملية تجميل. ملي كيتوقف السرطان غتولي عملية تجميل. ولذلك نحن الآن إلى حد الآن من 1982 لا زالت هذيك الساعة، لا زال الأطباء هذيك الساعة لا يعترفون بعلاقات التغذية بالسرطان. لا زالوا هذيك الساعة لا يعترفون. وما اعترفوا ماشي في المغرب، ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على أمريكا وما اعترفوا بها الأمريكيين ويعني اليابانيين الصينيين كانوا دائما يربطون بين السرطان أكيد. ولكن ما اعترفوا بها عليا في ألمانيا، حتى في ستوكهولم، في السويد، في بريطانيا، في فرنسا، في جميع الدول هذه الغربية اعترفت بعلاقات التغذية بالسرطان حتى أواخر التسعينيات. متأخر جدا. أواخر التسعينيات عاد اعترفوا بأن كاين علاقة ديال التغذية مع السرطان. هذا فهاد العلاقة ديال التغذية مع السرطان مازال ما كاينش الحل. ها هما اعترفوا، ولكن شنو الحل؟ لما تقول بأن كاين علاقة التغذية مع السرطان وأنت يعني تعالج الناس اللي عندهم سرطان، ولا طبيب جراح ولا شيء تعالج الناس اللي عندهم سرطان، وأنك لا زال هؤلاء الأشخاص يتناولون نفس الأغذية التي سببت لهم السرطان، ما يجدي علاجك، لا يجدي لا العملية ولا الكيميوثيرابيا يعني بغيت نخليه هذه حتى على الآخر باش يعقلوا عليها الناس. أن الزعتر من النباتات اللي داخله في الثقافة الغذائية ديال الناس. النقطة الأولى أن يتناولوها مع النظام الغذائي وهو مصحح، ما يكون الشخص سليم، خصها تكون داخله النظام الغذائي من الأطفال حتى النساء. نعملوها مع الشاي. ثانيا لما يصاب الشخص بمرض، إذا توقف عن استهلاك المواد المؤدية إلى المرض وأدخل الزعتر من جملة أشياء أخرى، الزعتر والحلبة والسانوج والسكينجبير والمسائل كلها داخلها، هذه كلها محملة بالمضادات، حمض الأوميغا 3، زريعة الكتان، السنجلان، السمك عوض اللحوم، توقف عن اللحوم. دكتور أنت ملي كتقول الزعتر، الحلبة، السانوج، السكينجبير، الناس كيعتبروها خلطة. لا ماشي خلطة، هذه ثقافة غذائية. إذا كيفاش يستعملوها؟ الحلبة الناس كيلوحوها في الحريرة، كيرميوها في الشربة، كيرميوها في الرفيسة، كيديروها في الطاجين، ماشي مشكل، كيستهلكوها. الحلبة كتستهلك هكذا. احنا الغالبية كيديروها خلطة مع السانوج مع الزعتر مع يحملوها الشخص في سيارته. الحلبة كتستهلك 10 الحبات ولا 20 حبة في النار، يعملهم في فمو ياكلهم، ماشي ممكن نضيفوها للخبز، علاش لا؟ نعم جيد. هذه الأشياء، هذه النساء مثلا من يروبوا الحليب في البوادي مثلا، البوادي ولا فيها امراض تاهي بحال المدن، ملي يروبوا الحليب اللي غادي يشربوا هذاك الرايب البلدي، ما يعملوش السكر، يعملوا حب رشاد، خليه رايب بدون السكر يعملوا معاه حب رشاد. وعلاش دكتور ما نضيفوش ليه العسل؟ لا عسل مع الرايب لا، لان في مشكل ديال الهضم لا، لان هو غادي يكون بعدا مهضوم، لان ملي غادي يروب راه غادي يتهضم، ما كاينش مشكل، ما محتاجينش معاه العسل، لا نحتاج عسل مع منتوجات الحليب، لا نحليوه ولا يعني منتوجات الحليب يجب ان لا تضاف الى اي سكر. أنا ملي كنشوف الناس كياخذوا حليب في المقاهي، كياخذوا حليب وكيضيفوا ليه السكر، هذا سلوك خاطئ. هذا الحليب لا يضاف إليه سكر، مشتقات الحليب حتى الصناع الآن اللي كيحاولوا عليين، كاينين دابا صناع الحليب مثلا كيحاولوا يعملوا لنا اليوغورت مسوس بدون سكر، هائل موجود، أنا نشجعهم، هائل. ولكن الأطفال اعتادوا بعض المشروبات ديال الحليب فيها السكر وفيها ملون وفيها اشياء، يعني لا دكتور دابا غالبيه النساء كيحاولوا انهم يسمعوا النصائح ديالكم، ولكن كيضيفوا في عوض بالنسبه للاطفال عوض السكر كيديروا لهم ملعقه عسل. ما ممكن عليه، لا يضر، ولكن الطفل ما يمكنش يشرب لا يضر، ولكن لماذا؟ هذا هو غير زايد فقط. ولكن الا كان عسل، اذا كان دكتور عسل حر غيكون مزيان. الزعتر ما يشربوش الاطفال، ما يقدوش عليه.
كاين بعض النساء انا لا يمكن، ولذلك كيديروا مع الاتاي. نعم، يكون مع الشاي، يكون مع الحليب، يكون مع اللويزه، يكون مع العصير، لماذا لا يضيفوه للعصير؟ يكون مع الطبيخ، يكون مع اي شيء. ولذلك هذه الاستعمالات، لأن نتكلم تاع الاستعمالات ديال الزعتر، هو الا تستعمل الزعتر كله، ما يرميوش هذيك المسائل اللي كيغليوه في البراد ويرميوها، الا تستعمل كله هائل 100%. الا تغلى ولات 60% 50%، ما بقاش كله. الا استعملوا الزيوت ولا 30%، ما بقاش يعني. رغم ان بعض الحالات حنا داخله في الاروماتيرابي، لان هذه الاسنشيال وايز كاين زيوت، هذه الطياره ديال النباتات اللي ولات تستعمل حتى هي في الطرق العلاجيه، ولات تستعمل حتى هي عندها واحد القوه كابحه، ولكن خص يكون متخصص. لا يمكن ان تستعمل هكذا. علاش؟ لان كاين واحد التركيز. الا مشى حتى مثلا نعطيك الزيت ديال السانوج. نعم. الزيت ديال السانوج انا غير مقبوله بجميع التراكيز بالنسبه للاطفال، لان من المستحيل تعطي واحد التركيز لا يضر الطفل. يعني شي واحد غادي يقول لي قطره هي تقريبا 10 اضعاف الكميه اللي خص الطفل يتناول. حتى ولو عمل قطره مع لتر الحليب فهو كثير جدا للطفل. نتكلم على الطفل. وغادي يحدث له انزعاجات على مستوى المستقيم. يعني كاينين هاد الاطفال اللي عندهم البواسر، اللي عندهم البواسر الان من هاد كثره استعمال السانوج وكثره استعمال هذه الاشياء هذه، لان هي ترهق القولون. علاش؟ لان ما كتمتصش وكتوصل حتى المستقيم. هذا هو المشكل. صعيب. فالزعتر بالطريقه بالقدر اللي كنتناولوه ليس سام. اكيد. الزيوت ديالو مسمومه، اذا هو كيكون الا استعملناه يعني يابس مسحوق نبته مع الاكل مع الحساء مع اي شيء، ربما مطحون. غريب ان الان يكون مثلا مزيان. في الدار البيضاء دابا 100% ديال العشابه الان كيخلطوا العسل مطحون مع الزعتر مطحون مع العسل. نعم. اوكي، معلي كيضيفوا اشياء اخرى مع الناس، ولا كيزيدوا لي هذوك الزيوت ولا حاجات، يقول السيد هاك راه غادي تعالج. هذه لا، هذه ليست ثقافه غذائيه مغربيه، هذه اشياء ماركتين تجاريه دخلت المجتمع لكسب الفلوس، المال فقط. اما الثقافه الغذائيه المغربيه فكل شيء النساء المغربيات وكل شيء نساء العالم ماشي المغربيات كيعرفون شنو هو الزعتر، كيعرفوا الزعتر، كيعرفوا القدر اللي كيتستهلك، وكيعرفوا كيف يستهلك. ما يعني بلا ما حتى الفم. نعم. جيد هو الفم. الا تمضغ ملي كيكون باقي طري خضر في شهر 4 وشهر 5. نعم. شهر 4 وشهر 5 هو يزهر، في شهر 5 شهر 6 يزهر. نعم. إذا خذوا الناس هذا الزعتر ومضغوه غادي يلاحظوا واحد الرائحه ديال الفم زكيه. لا غادي يزول رائحه الفم. وفعلا غتولي عندك مذاق. الدرس غادي هذا اللي يكون عنده الام الضرسه ملي كيمضغ الزعتر ما كيبقاش عنده الام، لانه مسكن هو هذا للالم. ثم كاين اشياء اخرى مطهر. هذا النبته، هذه العشبه هذه الدكتور فقونا شي بعض الدقائق. كما قلت العلاقه ديالها مع السرطان هي ليست ماشي الزعتر اللي كيعالج السرطان، هي الطريقه هي التي تعالج السرطان. لما نتوقف عن استهلاك السموم، عن استهلاك الاشياء الخطيره، ثم ندخل هذه الاشياء اللي هي من المفروض تكون داخله النظام الغذائي، ماشي حتى المرض، حتى الشخص حتى يصاب بالمرض. اذا كان هذه الاشياء تستهلك مع النظام الغذائي غادي يكون الشخص عنده امتصاص جيد، وما غادي يكونش عنده يعني تراكمات داخل الجسم وتأكسدات كذلك، خصوص تأكسدات، لأنه هو مضاد للأكسدة. الزعتر عليه الزعتر ونباتات أعشاب أخرى تكلمنا عنها. هنا كنفرقوا ما بين الأعشاب السامة، الأعشاب التي تدخل في ما يسمى بتاع الشاب تاعنا بالأمازيغية، وما بين الأعشاب اللي داخلة مع التغذية. نحن نتكلم عن الأشياء اللي داخلة مع التغذية للناس يعرفوها وعارفين كم وكيف تستهلك. إذا كان داخل الزعتر ماشي يخزنوه، الناس يخزنونه في المنازل حتى يصابوا بالزكام، يجب أن يستهلك 2 و 3 في الأسبوع يستهلك. وكل ما يعني أتيحت الفرصة ديال شي وجبة اللي ممكن المرض تضيف هذا الزعتر، تضيف الزعتر هكذا على شكل مسحوق ولا على شكل مغلى، يعني ماء الزعتر. دكتور قبل ما نختموا كاين عندي واحد جوج ديال الاسئله. هناك سيده الاسم انصاف الكاموني تقول: هل طحن الزعتر يفقد شيئا او شيء من منافعه؟ لا، اذا كان يابس لا. لا اظن. اذا هناك ناعمه
أماغار تقول السلام عليكم، ما فائدة نبتة الزعتر للجسم، وهل يمكن أن نعتبره مضاد حيوي واسع المجال، وهل هناك ضرر من غليه فوق النار؟ أرجو أن تفيدونا أكثر للاستفادة من هذه النباتات. عنده قوة كابحة للجراثيم، هو مطهر الجسم. نعم. مطهر ويعني حابس للتأكسد. يعني أنا ركزت على التأكسد لماذا؟ لأن هذا البحث عندنا حتى اختراع. نعم. عندنا دابا اختراع مسجل، براءة اختراع مسجلة في حفظ الزيوت. نعم. زيت الزيتون مثلا، في حفظ زيت الزيتون بهذه الأعشاب بالزعتر، يعني بالمضادات الطبيعية، لأن البي اتش يمكن نضيفوه لزيت نعم. الزيتون. ولذلك كانوا المغاربة كيضيفوا السمن باش ما يتأكسدش. نعم. وزيت الزيتون ممكن الناس يضيفوا ليه زعتر. ماشي زيوت زعتر، لا زعتر هو. نعم. اللي عنده مثلا الزيت مخزنها في شي إناء على 20 لتر ولا 30، يدق هذا الزعتر، يدقه أو يوضع بعد يطلقه في الزيت. حيت انا كنت كنشوف بعض القنينات فيهم ورقات ديال الزعتر، حتى المعصرات. ومع الاسف ما كيكونش الزعتر الوقت اللي كيطحنوا الناس الزيتون. نعم. اما كون كان الزعتر يكون هكاك طري ويطحنوه مع الزيتون، كيجي زيت الزيتون منكه بالزعتر. رائع الطريقه. نعم. ولكن ما كيكونش، كيكون يابس، يعني ما يقدروش الصناع يعملوه، كيكون يابس الا يلقاو طريقه عاليين. والان البيوت كلها فيها زيت الزيتون، هو اللي كنت كنطلب انا، اللي كنت كنتمنى في حياتي. نعم. جميع البيوت دابا فيها زيت الزيتون، والان اصبح يستهلك. نعم. وحتى الاطفال كنت كنركز على النساء يعطيو زيت الزيتون للاطفال. دابا بداو كيتصلوا بي الناس، بداو الاطفال كيفطروا بزيت الزيتون مع الصباح. نتمناو دكتور زيت الزيتون في المساء ملي يجيو الاطفال، الام كتحضر لهم كل شيء الا تحط لهم زيت الزيتون. نعم. تعمل لهم كيكه ولا تعمل لهم شي حاجه، هذه تضر الطفل. طبعا دكتور كنتمناو ان نصائحك يعني تفيد الجميع ويطبقوها، ومنها نبته الزعتر يستعملوها بكل امان، خاصه اذا ضفناها للشاي والحليب كما ذكرتي. اذا شكرا لكم دكتور على هذه النصائح القيمه. شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا